تخيلوا بقى الشاب الجميل المكافح ده اسمه محمد ناصر وعنده 19 سنه، عنده عربيه زلابيه واقف عليها كل يوم علشان يصرف على نفسه جنب الدراسه. انا عملت له فيديو في اول السنه كان في ثالثه ثانوي وما شاء الله خلص الثانويه العامه وجاب حاجه و80% ودخل كليه اداب انجليزي. دلوقتي ما شاء الله جاب حاجه و80% ودخل كليه اداب. فانا النهارده جاي اعمل له فيديو. انا كنت ماشي بالصدفه في شبين الكوم فقلت لازم اعمل له فيديو. هو بيفتح كل يوم من الساعه 6 المغرب لحد الساعه 12 بالليل، يعني تخيلوا كده يوميا بيطلع من الكليه يروح يتغدى وبعد كده ينام يصحى على الشغل بتاعه. فبجد يعني حطوا نفسكم مكانه، يعني في شباب كتير الفتره دي بقى يتجه اتجاه وحش قوي. فيا ريت كلنا نشجع الشباب المكافح اللي بيحب ياكلها بالحلال. بعد ما بيطلع الزلابيه من الزيت كده بيغرقها في الصوصات زي ما انتوا كنتوا شايفين كده وهو بيغرقها، وبيبيع الطبق اللي انتوا كنتوا شايفينه دوت ب 40 جنيه. عايز اسال اخواتنا العرب بقى زي السعوديه الامارات الكويت البحرين، دي اسمها زلابيه عندنا في مصر، عندكم اسمها ايه بقى؟ ومحمد واقف في شبين الكوم في شارع باريس، يا ريت كلنا ندعمه واي حد من شبين الكوم يروح يفرحه ويجيب من عنده زلابيه. ولو مش هتعرف تشتري منه يا ريت